السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان ما يحلاش بعد الفطار غير بصينية البقلاوة وصنعة ايديا. هنعمل مع بعض صينية البقلاوة النهاردة اللي انتوا شايفينها دي الماظ، بس ايه من الاخر الطريقة الاصلية لصينية البقلاوة زي ما انتوا شايفين. ويا رب الحلوانية ما يزعلوش مننا ويقولوا انتوا كده بتقطعوا علينا. تعالوا نشوف الصينية الجميلة الحلوة دي اتعملت ازاي، اللي هتنور ان شاء الله بعد الفطار. يلا بينا. اول حاجة يا جماعة هنعمل الشربات بتاعنا 3 كوبايات سكر على كوبايتين ميه. لاحظوا ان انا عامله صينيه كبيره، صينيه عائليه كده ومحترمه. وجبت حله، طبعا انتوا عارفين حله يعني نايس كوكر بتوزيع الحراره المحترم، الحله اللي فعلا تعيش معاكي العمر كله، لان هي كلها صب في قلب بعضها. هسيب لكم اللينك بتاع نايس كوكر تدخلوا تطلبوا اللون الاسود بتاعي اللي انا اخترته من ضمن الوان كتير ليهم. اول حاجه حطيت 3 كوبايات سكر ونزلت عليهم بكوبايتين ميه. بصوا بالشكل ده. بعد كده ممكن تحطي نص ليمونه وممكن تحطي عسل كلوكوز لو عندك. بما ان انا بقى عندي عسل كلوكوز ده او ده يا جماعه، انا دلوقتي بقول لكم يا ده يا ده، اوعي تحطي الاتنين مع بعض زي ما شفت ناس عملت كده. انا عندي بقى عسل كلوكوز فطبعا ده ليه الاولويه. هحط معلقه كبيره مليانه، بس زي ما شفتوا بنزل المعلقه في الميه الاول، وبعد كده باخد عسل الكلوكوز وبجيب مضرب وبدوب كله على البارد الاول. السكر مع الميه مع معلقه عسل الكلوكوز الكبيره بالشكل ده لغايه ما السكر كله يدوب، وبعد كده بروح ارفعه على نار متوسطه. يلا بينا. دلوقتي كده هو على نار متوسطة 5 دقايق بالظبط، وبعد ما يغلي تحطي يا إما فانيليا يا إما ماء زهر. برضو أنا عندي ماء زهر يبقى ليه الأولوية. حطيت يا دوبك نقطة بس كده علشان ما يبقاش ريحته شد قوي، لمدة 5 دقايق كمان. بعد كده بسيبه على جنب خالص كده. شوفوا شفاف وجميل ازاي. ده القوام المطلوب وهو سخن. بعد ما يبرد هيرجع يتقل تاني يا جماعة. هاخد معلقة سمنة، السمنة دي بتاعت زبدة المصريين اللي سيحناها مع بعض. باخد كده معلقة سمنة من زبدة المصريين بحطها على الشربات وهو سخن وادوبها. وبعد كده ما تسيبيش الشربات في الحلة اللي اتعمل فيها لانه هيسكر تاني. خلي بالك من النقطة دي. لازم بعد ما تعملي الشربات تنقليه في اي حاجة. انا حطيته في ازازة وقمع كده اللي على شكل وردة اللي شكله حلو ده، وادي شكل الشربات وادي لونه الجميل، ونركنه بقى على جنب يبرد خالص. الحشوة بتاعتنا طبعا البقلاوه روحها المكسرات، فانا عامله كده خلطه مكسرات سوداني على زبيب على شويه عين جمل على جوز هند، وفضلت كده بايد الهون بجرشهم جرش خشن، يعني ما بفرمهمش في الكبه. جرش خشن. الكيس اتقطع نقلته في كيس تاني وبالراحه كده بايد الهون لغايه ما خليتها ايه، عارفين انتوا حتت كده خشنه. هنفضيها بقى في بوله حلوه كده. وتعالوا نشوف بقى سر الخلطه. كيس فانيليا بحطه عليها كده بيدي روح وريحه حلوه قوي قوي لصينيه البقلاوه. وبعد كده هناخد شويه من الشربات بتاعنا بعد ما برد بالشكل ده، وبايديا كده افضل اعجنهم بس مش كتير. بس المهم بس ايه، الحشوه تبقى متماسكه شويه ما تبقاش مفروله. بعد كده بقى السمنه اللي هنستعملها اللي هي سيحتها من زبده المصريين، سيحت منها الزبده الجاموسي والزبده البقري. النهارده هستعمل في الوصفه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده السمنه البقري اللي كانت من الزبده البقري بالترميله الرهيبه بتاعتها. الترميله بتاعتها يا جماعه تحفه تحفه، وريحتها اللهم بارك، وخلت البقلاوه طعمها يعني ولا اجدع محل حلواني بجد. اللهم بارك على زبده المصريين، هي فعلا راعي الزبده في مصر. وهسيب لكم اللينك تحت الفيديو. بجيب الصينيه اللي هشتغل فيها وبدهنها كويس قوي من السمنه بتاعتنا. وبعد كده ده الجلاش بتاعنا. انا استعملت جلاش الزهار وممكن كمان الكرامه حلوه قوي، بس انا ما كانش فيه الكرامه فجبت الزهار. الاتنين بصراحه احسن من بعض. بحط ورقتين مع بعض وبتني الحروف كده بالشكل ده. بعد كده بشوف فين الحتت الفاضيه في الصينيه واروح حاطه ورقتين كمان، كل ده اهو من غير سمنه. بعد 4 ورقات بدي كده مسحه سمنه خفيفه جدا جدا. الاول يا دوبك بتعملي نقط كده بالسمنه وبعدين توزعيها بالفرشه، وتني الحروف كده بدل ما نقعد نقطع الحروف على مقاس الصينيه ونهدر في
الجلاش. كل اللي بنعمله ان احنا بنتني الحروف احسن، يعني تدي علو كده حلو للصينيه، وفي نفس الوقت ما بنهدرش. ادي كده ورقتين كمان، وهروح واخده برضو ورقتين كمان. عارفين ايه بالبلدي كده؟ عكس عكاس يعني. اعملي بالورق علامه زائد وبعدين علامه في، او بصوا نقط كده بسيطه من السمنه. وطبعا لون السمنه باين جدا، باين انها سمنه بلدي محترمه من الزبده المحترمه بجد. كام سنة وأنا بستعمل زبدة المصريين يا جماعة، ولا كلمة، سواء بستعملها زبدة أو بستعملها سمنة في حلويات، في معجنات، في أكل، عمرها ما خذلتني أبدا أبدا، اللهم بارك عليها. وهتشوفوا لون البقلاوة طالع عامل إزاي، وكان طعمها وريحتها خرافة ما شاء الله. ادي كده 4 ورقات كمان، يبقى انا ما بحطش السمنه ولا في كل بين كل ورقه ولا كل ورقتين عشان البقلاوه ما تطلعش تقيله قوي. كل 4 ورقات بدي ايه، بنقط الاول السمنه كده بالفرشه زي ما اوريكم، بصوا كده بالمنظر ده، نقط نقط كده بوزع كده، وبعد كده النقط دي بفردها اهو. تبصي تلاقيكي مسحتي الورق كله بالسمنه من غير ما تكوني حطيتي سمنه كتير. فهمتوا بقى الفكره ازاي؟ بالمنظر ده يا جماعه. تقريبا الصينيه دي عشان كبيره خدت مني لفتين جلاش، لفه الجزء اللي تحت ولفه الجزء اللي فوق. دي بقى ورقه كانت مقطوعه حطيتها اللي هي اسمها حامل للحشوه، يعني دي كده ما بيبقاش عليها سمنه. بعد كده هنزل بالحشوه كلها اللي واخده شربات واخده فانيليا وحاجه كده روعه ما شاء الله. شغل كده يا جماعه روقان، شغل مزاج. بقلاوه بقلاوه، هي فعلا بقلاوه. بظهر المعلقه كده وزعي ودوسي عليها تلاقيها بتثبت معاكي عشان الشربات اللي فيها. شوفوا ازاي وزعتها ما شاء الله على شكلها، شكلها يتاكل ني يا جماعه، والله ما شاء الله تبارك الله عليها. بعد كده لفه الجلاش التانيه هنفردها، ونفس اللي عملناه في الطبقة اللي تحت هنعمله هو برضو في الطبقة اللي فوق. شايفين بكسي ازاي؟ والحروف الزيادة تتني على جوه، ما عنديش اي مشكلة خالص. ما تخليش الحشوة توصل للحروف قوي عشان ما تتحرقش في الفرن. بصوا كده، شوفوا على الرغم ان الصينيه اكبر من الجلاش، لكن اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله كسينا الصينيه كلها بالجلاش. برضو نفس الحكايه، حطيت 4 ورقات خليكم فاكرين. وبعد كده بدي مسحه السمنه، بنقط الاول كده وبعدين امسح النقط دي افردها كده تروح موزعه معايا السمنه على طول. نرجع تاني 4 ورقات وهكذا وهكذا لغايه ما نخلص اللفه التانيه، ونكسي الصينيه كلها، ما نخليش فيها حته باينه خالص اهو بالمنظر ده يا جماعه ما شاء الله عليها. شايفين الجمال؟ كده وصلنا خلاص كده اللفه التانيه. ده كده الوش بقى، برضو نفس الحكايه، برضو تنقيط كده وبعدين هنروح موزعين السمنه بالفرشه. الفرشه دي لازم تبقى عندك في مطبخك، من اهم الرفايع اللي لازم تكون عندك في مطبخك. بصوا شايفين كاسيت الجلاش كله ازاي بيبوظ بقى السكينه كده، واي حروف كده ايه بدخلها لجوه كده. تعالوا نشوف هنقطعها ازاي. بسيب مسافه عقله صباع وبقطع كده علامه زائد، او بصوا مسافه عقله صباع، تاخديش من الحروف ابدا عشان ما يفتحش منك في الفرن، اوعي. بصي اهو علامة زائد الاول، وبعد كده فوق علامة الزائد بعمل علامة فيه، هيديني مثلثات كبيرة شوية. كل مثلث هنروح واخدينه على 2، والسكينة ما بتنزلش للصينية من تحت، السكينة لغاية الحشوة بس. خلي بالكم بوز السكينة اول ما بحس بالحشوة تحتيه ما بنزلش اكتر من كده، يعني كأني بقطع الطبقة اللي فوق بس. اهو شايفين ازاي ما شاء الله، سهلة جدا جدا يا جماعة. كل مثلث على 2، ده اخر مثلث اهو. وتعالي بقى للحته اللي في النص، لازم ادوس عليها بصباعي كده، بصوا ادخلها لجوه عشان ما تفتحش معايا في فرن البوتاجاز على درجه حراره 180. حطيها على الشبكه سيبيه براحته. بصوا زبده المصريين وسمنه المصريين طلعت لي البقلاوه لونها ايه، شايفين الجمال؟ وهي سخنه والشربات يكون برد اسقيها على طول. شربات البقلاوه ما بيبقاش تقيل قوي زي مثلا بتاع الكنافه، بيبقى متوسط كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ حطي بقى شوية المكسرات كده على الوش، وألف هنا وشفا ليكم جميعا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل الشغل اللي جاي هيعجبكم جدا إن شاء الله. وسلام عليكم.